Melangkah pada acara selanjutnya, ceramah bahasa Arab. Dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Saudara Firmansyah. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyya afdala lughat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mi'ad. Ayuhas sadah, kuntu baina yadaykum bina'an ala talabil idaratil madrasah liuqaddima ala hadratikum kalimatan aw kalimataini fi ahammiyatil lughatil arabiyyah. Qabla kulli syai' ayuhas sadah, أيها السادة، كما لا يخفى عليكم أن اللغة العربية هي أفصح اللغات وأغناها، وهي لغة القرآن ولغة الله الذي أنزل وحيه بها، كما قال الله سبحانه وتعالى في غيره قليل من الآيات البينات قرآنا عربية بلسان عربية إلى آخره. ولا يخفى عليكم أيضا أن اللغة العربية هي مفتاح العلوم الدينية، ولا تسنى لأي طالب أن يتبهر في العلوم الدينية، فاللغة العربية هي لغة المسلمين في الجميع عنها إلى العالم. وبهذه اللغة نقرأ كتاب الله، وبهذه اللغة أيضا نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب على كل طالب أن يجتهد في تعلم اللغة العربية بكل جهده وطاقاته ليصل إلى كل ما يتمناه من العلوم الدينية. أيها الإخوة، كانت اللغة العربية تتسع لكل الزمان، ففي اللغة العربية كلمة في العلوم والآلات والصناعة الحديثة مما لا يحتاج التعبير عنها بلغة أجنبية، كما أشار شاعرنا لحافظ إبراهيم يوم يقول على لسان اللغة العربية: وسعت كتاب الله لفظا وغاية ولم أدك أيهن به وعظت، وكيف أدك لمن وصف الآلات وتنسك أسماء المخترعات. فهمتم أيها السادة أن اللغة العربية قد وسعت كتاب الله لفظا وغاية، كما قال الحافظ: فكيف يدعي مدعين أن اللغة العربية ليست لغة العلوم ولا لغة العصر، فإن اللغة العربية كانت تتفهم بها أكثر من 30 مليون عربية في البلاد العربية. فبهذا ألفوا كتب اللغات والصراف وإلى كذلك، هذا ليسهل على طالب تعلم اللغة العربية ليكون عادة لهم يعني لطلاب. فيجب علينا جميعا نتكلم باللغة فصحى صحيحة ونتجنب عن اللغة الأمة التي وقع فيها كثير من الناس، ولا نستعمل كلمات بمحادثتنا إلا ما صحت كتابتها، لأنه من واجباتنا أن ننصر هذه اللغة الشريفة مع المحافظة على رقتها ولطفها وفصاحاتها إلى جميع طبقات المسلمين في أي مكان كانوا، خصوصا طلاب المعاهد والمدارس الذين يدرسون علوم الدين في الكتب العربية. هذا فرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسهل أمورنا ويفتح قلوبنا ويجعل متكلمين باللغة العربية بجاه سيد البرية سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا مني سمحنا لا تكثر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.